ذاك الليل كان الليل مختلف، مو بس لأن الجو كان بارد ومظلم، لا، كأن الشارع ذاك اليوم كأنه يراقبنا. كنا 4 نضحك ونمزح حول النار، ما كنا ندري إن ذيك الليلة بتعلق في بالنا طيلة العمر، لأن الحديث بدأ عادي عن جن وما جن وانتهى بخوف ما فارقنا لين اليوم. كان الشارع فاضي تماما وما فيه إلا نحن، وكان ذاك المساء مساء مرة بارد. كنا 4 أصدقاء مجتمعين حول موقد نار صغير، قاعدين نحرق بقايا الأوراق وسعاف النخيل، وتظللنا تحت شرفة كبيرة جدا تطل على الشارع. الجو كان ثقيل ورطب، غير الغيوم اللي مسودة كانت تبغى تمطر، ولا فعلا تيجي الأمطار خفيفة وتوقف، وغير أصوات الرعود والبروق. السؤال هو وش كنا نسوي في هالساعة؟ الصراحة ما أدري، لكن شباب وكذا فما تفرق معنا. بهالزمن قبل 20 سنة ما كان يعني معانا كمبيوتر أو جوال أو قنوات نتابع فيها كرة قدم، كان الشارع هو مجمعنا وهو أصلا يخلينا نتسلى ونترفه. ومن كل ذيك الليالي اللي كنا نقضيها في الشارع، في ليلة من الليالي ذي علقت في راسي، مو بس لأنها بس باردة وموحشة، بل بسبب القصص اللي جابوها أخويا، يعني الجن والبيوت المرعبة. ياسر وهو يتلفت يمينه ويساره يهمس بكلام وكذا كأنه ما أبغى أحد يسمعه، وخايف جدا إنه أحد يسمعه، ويقول أغلب الحمامات مسكونها بالجن. فأنا قلت باستغراب يعني ليش الحمام بالضبط؟ يعني ليش الحمام بالضبط؟ فياسر خفض صوته أكثر وقال لأن الحمامات ما ينذكر فيها اسم الله. هذا الشيء اللي قالت لي يا جدتي. كنت أنا وقتها أضحك على حالته، وفي نفس الوقت كنت خايف وكذا متردد، لأن أصلا هو كان يتكلم كذا تحسه يرتجف خايف، يعني إيش فيه. فمهند صديقنا الثاني أكد على كلام ياسر وقال أيوة في الحمامات تكون في جن، وبعضهم الخير وبعضهم اللي يمين يسار. فأنا قلت بنبرة من حده إنه ما صدق كلامكم الصراحة، هل في دليل على كلامكم؟ صراحة وقتها كنت منزعج، لأن دي أصلا الكلام ذا يخليني أنا أخاف وما ارتاح، ما أقدر أنام في الليل، تجيني كوابيس. لكن تعرفون ما أبغى أبان قدام أصحابي بإني خايف وذا. فمهند ابتسم ابتسامة خفيفة وقال أيوة عندي دليل وبقول لكم إياه دحين. وبدأ يحكي ويقول قبل سنين في يوم بارد من أيام الشتاء، قامت أمي من النوم بغت بتصلي صلاة الفجر، وأمي يعني مطوعة ما شاء الله عليها وملتزمة والله الحمد، وتحرص جدا على نظافة البيت، ما تحب البيت يكون وسخ. وهي تتوضأ ولا تسمع صوت غريب ما في الحمام، فقالت يمكن يعني أحد من أولادي أو كذا راح خلى الماء مفتوح. فراحت الحمام تبغى تقفل الحنفية، ويا إخوان يوم شغلت الضوء شافت شيء غير متوقع. شافت امرأة عجوز شعرها زي القطن أبيض، لابسة ثوب أبيض طويل، وكانت قاعدة تنظف الحمام. أمي لأنها قوية إيمان فصرخت عليها وقالت ليش تسوين هنا؟ فالعجوز رفعت راسها وناظرت لأمي، وبالرغم من أن وجه ذي عجوز يعني وجه طيب وخير، لكن عيونها غريبة وملامحها ما ترتاح لها. تخيلوا يا إخوان عيونها تلمع زي عيون القطط كذا سودة وتلمع. فسكت مهند شوي عشان يبغى يستمتع بخوفنا. وقتها كنا كلنا ساكتين، يا رجال لو بترمي شوكة في بيننا بنسمع صوته يطير. فياسر ابتلع ريقه وتنحنح وقال له انه ايش صار كمل. فمهند كمل وقال العجوز قالت لأمي يا أخي قولي لأولادك ليش يخون في الحمام، أنا أسكن هنا من سنين والصراحة مرة مرتاح معكم لأنش أنت ما شاء الله على طاهرة، لكن تبول أولادك مرة ياذيني، فيمكن بروح في يوم من الأيام. ويوم العجوز انتهت من كلامها انطفى الضوء. أمي رجعت شغلت الضوء مرة ثانية ولا العجوز اختفت. ومن يومها أمي صارت عندها حرص شديد جدا بأن ذا الحمام يبقى نظيف. فزكي قال القصة مرة غريبة. رديت على زكي أنا وقلت إيه القصة ترى مرة غريبة. فزكي كمل وقال العجوز ذي من الجن الطيبين، وبالعكس وجودها بركة لكم، وفي قصص أغرب وبقول لكم إياها الآن. قالي صار له موقف غريب جدا مع عائلته يوم استأجر بيت يعني بعيد كذا عن ساحتهم، بيت كذا قديم مهجور وشرقي الطراز، وركزوا بأن الحمام أسفل السلم. بعد فترة صارت تصير أشياء مرة غريبة، زي مثلا التلفزيون عصرنا يشتغل من نفسه، أضواء تشتغل تنطفي، أبواب تنفتح وتتقفل، لدرجة إن بنت خالي قالت شافت ماعز بشخص غريب على هيئة إنسان لكن رجله رجل ماعز. فياسر صرخ يا لطيف. فكمل زكي وقال خالي يرجع دائما قبل الظهر ويروح قبل ما يجون الأطفال. فزوجته لاحظت إن في تصرفات غريبة في زوجها، وبنت خالتي الصغيرة راحت قالت لأمها عن موضوع الرجال اللي يعني رجله رجل ماعز. فهنا خالي وزوجته ما ارتاحوا ابدا للبيت وخرجوا منه. ومهند كمان اضاف على كلامه الجني ممكن من جد يعجب بالانسان، وفعلا تصير ذي الاشياء مره كثير. فياسر قال جن يعشق البشر، فمهند قال ايه في رجال من الجن يعشقون بنات من الذكور، لا وحتى بان اصلا في قصص صارت لناس اعرفهم بذا الموضوع. فانا هنا صراحه قلت خلاص يكفي يرحمونا، ورجعت البيت وانا خايف يا رجال. ذيك الليله مره ما قدرت انام، وصارت عندي عقده من الحمامات، صرت ادخل الحمام زي الحمار بسرعه وانزل.